وأضافوا غرفة الأجراس سنة 1372، يعني بعد حوالي 50 سنة. يعني البرج اتبنى في حوالي 200 سنة على مراحل متقطعة. المشروع ده كده غلب مشروع كنيسة ساجرادا فاميليا اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الأولى. اللي ما شافهاش يرجع يشوفها. مع مرور السنين الميل زاد سنة بعد سنة، وفي سنة 1838 المهندس ألكساندرو ديلا جرارديشكا قرر يحفر حوالين القاعدة عشان يوضح ويقدر يدعم الأساسات. لكن النتيجة، الميل زاد أكتر. وفي سنة 1934 ميلادية موسوليني بنفسه قال: مش معقول رمز إيطالي يفضل مايل بالشكل ده، أنا بقى اللي هعدل الميلة. فقرروا يصبوا كميات ضخمة من الخرسانة حوالين الأساسات. بس يا معلم، أظن كده ظبطت على الآخر. طبعا ظبطت على الآخر. البرج بدأ يغوص أكتر والميل يزيد أكتر.